God. تعالى نتكلم في كل حاجة تخص هذه المباراة، ولكن في البداية ما تنساش عزيزي الأهلاوي تصلي على النبي وتجهز كوباية القهوة أو كوباية الشاي، علشان الحلقة دي مطولة كالعادة. أنا عايز حد من جمهور النادي الأهلي بعيدا عن نتيجة المباراة، ومدرب النادي الأهلي الجديد اللي شكله كده مش شكل النادي الأهلي ولا قد تيشيرت النادي الأهلي، شكله كده مدرب على ما تفرج، اتدفع فيه أرقام كبيرة، ولكن المدرب اللي يعمل عمليات إحماء من الدقيقة 15 في الاخر يعمل تبديل في الدقيقه 60، ده مدرب على الله حكايته. انت متخيل؟ انا نفسي افهم ازاي النادي الاهلي رئيس النادي الاهلي كان لاعب سابق في النادي الاهلي، واعضاء النادي الاهلي ومساعدين وليد صلاح كلهم لعيبه كوره، ازاي؟ وقبل كده الكابتن سيد عبد الحفيظ. هل انتوا شايفين ان طاهر محمد طاهر ثواني انا جبت اخر وكذلك الشناوي يستحق ان هو يرتدي قميص النادي الاهلي؟ خلاص بقى الشناوي خلاص فلس، هيجيب منين تاني؟ الراجل خلاص كتر خيرك يا شناوي، هاجي اشيل لك الشنطه بنفسي طالما انت شايف ان الشنطه حملها تقيل عليك. الشناوي، ديانج، هاني، النهارده بقى حط معاهم بن شرقي، النهارده ما كانش في افضل حالاته، وبن رمضان، بس يعني الثنائي ده بالذات طاهر وكذلك الشناوي لماذا يلعبون حتى الان كرة القدم بالتحديد؟ طاهر محمد طاهر، ميسيو طاهر محمد طاهر. تقييمه في الشوط الاول 0/10. انت متخيل طاهر محمد طاهر ياخد 0/10؟ مفيش حاجه عملها صح، مفيش حاجه عملها صح. واحد على واحد نافع، ولا مروه ولا باص ولا ميس باص، مفيش حاجه خالص. الشناوي طلع يمسك الهوا هو كمان. الشناوي طلع بدل ما يمسك الكوره حمدان قال له تعالى انت رايح فين؟ روح نام. راح جاي طبعا مفرتك شباك النادي الاهلي زي ما انتم شايفين كده بالظبط. مفيش فايده، الشناوي ما زال ايده سايبه. هنعمل ايه تاني طيب يا شناوي؟ قول لي انت بقى عزيزي الاهلاوي، ماذا نفعل في هذه الكارثه، في هذه المصيبه، البلاوي اللي بتتحدف علينا كل شويه؟ مدرب مره ريبيرو، كولر على الاقل كان بادئ كويس وجاب لنا بطولات كثيره. الراجل ده ابتدى كويس ولكن مش افضل اداء ولا افضل صوره. لسه بدري، اي نعم لسه بدري على الحكم على يسر بعيدا عن نتيجه المباراه، ولكن النادي الاهلي ما وصلش اساسا للملعب طوال شوط كامل. انت مدرك، انت متخيل شوط كامل النادي الاهلي مش موجود؟ دي كارثه، دي فضيحه. زعيم افريقيا مغلوب في شوط كامل نتيجه 1-0. انا حتى الان بكلمك عن الشوط الاول والشوط الثاني ما زال شغال، لسه 1-0 للبتروجيت. انت متخيل؟ اتمنى ما اشوفش طاهر محمد طاهر بدايه من يناير مره اخرى في النادي الاهلي. اتمنى اشوف الشناوي بيترمي دكه لمصطفى شوبير، ارجع اجيب انت عارف اعمل فيك ايه. 0 ايضا من 10، 0/10. مش عايز ارجع استخدم دي تاني يا شناوي. انت وطاهر ومحمد هاني وديانج اللي مش عارف يعمل ميس باص كويس، مش عارف يعمل حاجه خالص، مش عارف يعمل اي حاجه. يمكن كوره حسنه وحيده عملها في الشوط الاول، قطع انفراد، قطع الكوره في وقت حاسم، بتروجيت كان متقدم 1-0، كانت ممكن جدا وارد جدا تبقى 2-0. دي الحسنه الوحيده اللي عملها ديانج في الشوط الاول. ولكن في المجمل النادي الاهلي مش مبشر لا في الدوري ولا دوري ابطال افريقيا. لا حول ولا قوه الا بالله في دفاع النادي الاهلي. بتروجيت لسه في الدقيقه 60 كانت هتسجل الهدف الثاني. الدقيقه 62 جرادي شار بيسجل هدف التعادل للنادي الاهلي، اسيست بن رمضان. واثق ان شاء الله رغم الاداء السيء ان شاء الله هنسجل الهدف الثاني. الجمهور النادي الاهلي في كل مباراه لازم يقعد على اعصابه لاخر دقيقه. بقالك 3 ماتشات بتكسب بنتيجه 1-0 او بفرق هدف او بتتعادل زي ما كسبت كده الزمالك في 5 دقائق بريمونتادا برضه بصعوبه. يعني النادي الاهلي ما قدرش حتى الان يتوصل لحل حتى بعد التعاقد مع المدرب ياس سورب. وبالتالي النادي الاهلي مش مشكلته مشكله مدربين، النادي الاهلي مشكلته يعني التوليفه. مفيش مدرب قادر يستغل التوليفه الموجوده. تاني مفيش مدرب كبير، مدرب عاقل فهمان تقدر كمشجع للنادي الاهلي تثق فيه. كونه بيلعب في نفس التوقيت وفي نفس التشكيله طاهر محمد طاهر وهاني والشناوي مع بعض. تعرف تلقائيا ان المدرب ده ملط
والله اعلم، مش عايزين نسبق، المدرب لسه ما خدش فرصته كامله. ولكن انت شايف ايه في طاهر؟ انا نفسي افهم المدربين دول بيشوفوا ايه في طاهر احنا مش شايفينه، بيشوفوا ايه في هاني احنا مش شايفينه، ويشوفوا ايه في الشناوي احنا مش شايفينه. مش عايز احكم عليه بدري، مش كل مباراه نكسب بصعوبه. بعيدا عن تعادل النادي الاهلي الكارثي امام بتروجيت، مين المدرب ده؟ ايه انجازاته؟ ايه بطولاته؟ في مدرب اصلا كبير يبتدي؟ او شايف ايه في طاهر؟ شايف ايه في هاني؟ شايف ايه في الشناوي؟ ده 80% من لعيبه النادي الاهلي كانت زي الزفت، ولكن اسوأهم طاهر اللي خرج بديل في الدقيقه 59 لجرادي شار، اللي نزل جاب هدف 3 دقايق جاب هدف. انت متخيل يعني اللاعب ده مستواه وصل لغايه فين؟ بقى 59 دقيقه مش عارف يجيب جول، ده في دقيقتين جاب جول. شوف الفرق، فرق مركز، فرق مراكز. ولكن طاهر محمد طاهر ملوش اي 30 لازمه في النادي الاهلي. اتمنى ما اشوفوش تاني، اتمنى ما اشوفوش تاني. طبعا مش هنتسرع في الحكم على المدرب ده. طبعا بيراميدز يكسب الماتشين المؤجلين بتوعه يتصدر بطوله الدوري المصري. النادي الاهلي محتاج يشتغل بشكل كبير جدا، المدرب ده محتاج شغل كبير جدا مع الاضافات والتعاقدات اللي هيعملها النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه القادمه، سواء في مركز المهاجم، باك ليفت، واتمنى باك رايت بدل محمد هاني، وكذلك مدافع سوبر مع ياسين مرعي المدافع اللي عاجبني قوي، ومصطفى شوبير يخش بدل الشناوي. مش هيخطأ زي ما الشناوي كل شويه يمسك الهوا، كل شويه الشناوي يطلع يمسك الهوا في الدوري وفي افريقيا. مش هينفع الكلام ده خالص. الشناوي تديله 0 من 10 في هذه المباراه، هاني ياخد 3 من 10، ياسين مرعي ياخد كام من 10؟ ياخد 8 من 10، ياسر ابراهيم 6 من 10، ديانج 3 من 10، وفوقهم بوسه. بن رمضان ياخد كام؟ بن رمضان ياخد 1 من 10. مش ده بن رمضان بتاع تونس، مش ده بن رمضان بتاع الترجي. تريزيجيه ياخد 2 من 10، بن شرقي 5 من 10، زيزو 6 من 10، جرادي شار 9 من 10، نزل في 3 دقايق جاب هدف. عايز اقول لكم ان بالطريقه والشكل ده لو النادي الاهلي ما تحسنش وما طورش والمدرب ده قدر يشوف حل في اسرع وقت، النادي الاهلي مش هيطول في افريقيا، النادي الاهلي مش هيطلع ببطولات في الموسم ده. المدرب ده مش هيجي برضه يعمل لك معجزه في مباراتين. يعني النادي الاهلي محتاج يشوف، والمدرب ده محتاج يشتغل بشكل كبير جدا. ممكن جايز يوصل لتوليفه، جايز يعمل فرق، جايز تحصل معجزه، بس اتمنى اللعيبه اللي انا ذكرت لك في الفيديو على مدار الفيديو من بدايته لنهايته، اللعيبه دي ما اشوفهاش مره اخرى في النادي الاهلي، او ما اشوفهاش على الاقل حين الرحيل في تشكيله النادي الاهلي الرسميه. النادي الاهلي فيه معاتيه، النادي الاهلي فيه لعيبه موجوده ككماله عدد على الفاضي. اتمنى يا كابتن محمود الخطيب، انت كنت لاعب كوره، اتمنى يكون لك دور، بلاش جو الطبطبه والمجاملات، علشان احنا اللي بنشيل الليله واحنا اللي بيتحرق دمنا يا كابتن محمود يا خطيب. وضع النادي الاهلي بعيدا عن نتيجه هذه المباراه او عن ترتيب وشكل النادي الاهلي في ترتيب بطوله الدوري المصري، الوضع ده مش نافع. اتمنى ما استخدمش دي مره اخرى. طبعا كلام موجه للعيبه اللي تمت طبعا تقييمها بشكل جيد في الفيديو. تنساش كالعاده توحد الله وتصلي عليه، وانتظرني في فيديو قادم بمشيئه الله. سلام.